اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود. هاتي الجوافه والليمون وتعالي اقول لك بقى هتعملي بيها ايه. هتفضل معاكي من السنه للسنه زي ما هي، ما بيجرالهاش اي حاجه. دول حوالي 2 كيلو من الجوافه، بس ابني كل منهم واحده بألف هنا. وهبدا ان انا بقى اغسلهم يا جماعه كويس، وهشيل منهم الجزء اللي من تحت والجزء اللي من فوق ده. واحسن جوافه اللي هي تحس ان هي ايه، لونها مبيض شويه كده، تمام، وما بتبقاش كبيره قوي. دي جوافه بتبقى كويسه، يعني انا بحس ان هي مسكره كده، تمام. بنقول عليها الجوافه الايه، مش عارفه، البلدي تقريبا. خلاص هغسله بقى واقطع من فوق ومن تحت ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، غسلناه ونضفناه وظبطناه، بتبقى بيضه كده زي الفل كده زي القلوب، تمام. ما تجيبيش اللي هي الرخيصه دي للاكل يا جماعه، للتخزين ما بتبقاش حلو. لقيت لكم كده بقى ورقه جوافه ورقيه كده. عايزه اقول لكم انا بحب اغليه واشربه، بيبقى حلو قوي للزور يعني، تمام. طب ايه علاقه بقى الجوافه بالليمون؟ بصي بقى يا ستي الكل، هتمسكي بقى كل واحده وتقطعيها 4 بالنص من كده وكده، 4 انتوا عارفين. وتبداي بقى تخزني بقى، دي بقى نخزنها من السنه للسنه، رمضان كل سنه وانتم طيبين. هبدا بقى احط مثلا الكميه اللي انت عايزاها على شاشه الخلاط. احط مثلا 4 وحدات من دي آه في كيس كده. وبعمل ايه بقى، اقوم جايبه اعصر عليه نص ليمونيه. خلاص، يعني ممكن كده كل كيس نص ليمونيه نص ليمونيه. خلاص، عشان ما تسودش منك. فايدة الليمون ان هي مش هتسود منك، وهتديكي، بصي يا دوبك هتنزليها. هقول لكم بقى دلوقتي طريقة العصير بيتعمل ازاي. اهو الكمية طلعت معايا حوالي 4 اكياس، وفي جزء انا هضربه دلوقتي في الخلاط يعني 5 اكياس، فحلو قوي. كل كيس حاطة فيه حوالي 4. بصوا بقى، نص عصرة الليمونة كده. انا استخدمت ال4 اكياس دول حوالي، نقول ايه، ليمونتين، تمام. يعني ليمونه ونص كده، وهاخد النص هضربه دلوقتي في شقه الخلاط. يعني عصره بسيطه جدا، اولا بتمنع ان هو يسود، ثانيا بتديها طعم تحفه قوي. تعالوا بقى نفرغ الهواء من قلب الكيس. تمسكي الكيس كده وتقومي مطلعه منه الهواء خالص، وحاجه من الاتنين، يا تربطيه يا اما تحطيه بالشكل ده، تمام، عشان ما ياخدش منك مساحه، تمام. نفس الكلام. بصوا يا جماعه الجمال، لازم تفرغي الهواء زي ما انت شايفه كده. بصي بقى انا ربطته، تمام. وبعد كده فضيت الهواء عشان يبقى بالمنظر ده، تمام زي الفل. جبت بقى عندي المفروض يعني شفشق الخلاط، بس ما علينا يعني مكسور. فحطيت الكميه اللي انا عايزاها في الكبه، وهنزل عندي بالحليب حوالي كوبايه، وهكمل الباقي ميه، تمام. بصوا يا جماعه الحليب ده انا بعمل ايه، اجيب مثلا 3 كيلو 4 كيلو، واقوم غليهم مره واحده، اسيبهم لتاني يوم، اخد القشطه احولها لسمنه. والحليب انا بخليه معايا، بحط ازازه واحده بس من تحت، والباقي بعد ما يغلي طبعا اقوم رافعاه فوق في الفريزر. بينفعني بصراحه، بعمل اي حاجه، رز بلبن، بعمل اي حاجه تتخيليها محتاجه حليب، يعني بينفعني بصراحه. كيكه، مش عارفه ايه، برضو في الاكل، لو عايزه تتبيله، لو عايزه اي حاجه، فبيبقى حلو. برضو حطينا عصره ليمون اهو. هكمل بقى بميه، واحط السكر بتاعه، لو يفضل يكون عسل، بس ما فيش عسل فهنحط سكر، ونحط ميه، ونشوف العصير بتاعنا قوامه عامل ازاي. انا عملته وصفيته، لازم تصفيه لان احنا اوريدي يا جماعه احنا مخزنه بالبذر بتاعه. طيب انا سالت قبل كده الراجل بتاع الجوافه، قلت له من غير البذر، قال لي كده مش هتعيش، يعني بيغير طعمها. البذر بيديها كده تماسك، او زي ما بيقولوا كده ايه، كمان ده حافظه منها فيها مع الليمون. وخلي بالك لما بتيجي تضربي في شاشه الخلاط، شايفين الابيض اللي حوالين البذر ده، انت كده ما بتهدريش، ده يا جماعه بيبقى فيه كالسيوم كبير يعني عالي جدا، فاهميني؟ ايه رايكم بقى في القمر اللي قدامنا ده؟ يعني بجد طريقه بسيطه وسهله، واتمنى انتوا تجربوها وتفضل معاكي من السنه للسنه، وقعد تطلعيها في رمضان بالف هنا وشفا. وهي يا دوبك انت هتطلعي من هنا كيس، ماشي. ولو حاسه ان الكميه كتيره خدي منها جزء صغير، بس هي مناسبه يعني ايه، لشاشه الخلاط كده. تمام، حوالي لتر لتر ونص كده، مع كوباية من الحليب، مع الباقي مية ساقعة بقى وشوية سكر، وعيشي بقى طعمها روعة. ولما تيجي تعصري، زي ما قلت لك، عصرة الليمونة برضو بتخليها ما تسودش معاكي لو انتوا مش هتشربوا على طول. يلا بألف هنا وشفا، وهنعمل تفريزات تانية برضو رمضان. يلا كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناة ذا بيست فود، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.